السلام عليكم خاوتنا، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. كيما العادة فيديو جديد لقصف العياشة ولاد بوسبير. فيديو اليوم جبت لكم جزائريين زعامة يقصفون مغربي بالثقيل، خاصة جزائرية فحلة 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 يا خاوتي، مرمدتهم على المباشر. خاوتي، المخزن يشن حملة قوية على القنوات الجزائرية، لهذا وجب عليكم دعم جميع القنوات الجزائرية. مال من المغرب. عليكم. وعليك السلام. كي داير استاذ؟ لاباس عليك؟ يا هلا بيك. انا مع ذاك الاخ الجزائري كنقول باللي الحرب ما عندها حتى شي لزمه، راه حتى واحد فيها حتى واحد ما غادي يربح في الحرب. الرابح الاول هي فرنسا. ثانيا انا كان نقول باللي النظام الجزائري خصو يتعقل، ولا سيما ان شهر رمضان الكريم داخل. يتعقلوا، راه حنا مسلمين خوت، ويحيدوا عليهم هاد المشاكل. راه ساهل، راه سميتها اوروبا كانت في حرب كبيره وكل شيء تصالح هما موحدين. ولهذا انا اتفهم النظام الجزائري ان عنده مشكل كبير في الداخل، هو كيسوق داك الشيء للخارج، كل شيء كيخرجوا لبرا باش يغطي على المشاكل اللي عنده، راه كل طيب شيء جميل. كيعرفها. كمال، هي المشاكل. نعم. هي المشاكل موجودة في دولنا العربية كافة، حتى المغرب فيها مشاكل داخلية، فقط للتوضيح. لكن ضيفنا منذ قليل كان واضح جدا، قال لك يعني نحن كنا في 2021 طالبين فقط توضيح، ولم نتلقى هذا التوضيح، والآن يعني تضاعفت ربما المشاكل كما يود أن يقول. توضيح من ماذا يا أستاذ؟ من توضيح ماذا؟ فيما يتعلق بتصريح المندوب المغربي حينها اللي تحدث على يعني القبائل في الجزائر. يعني كان يمكن للمغرب يا أستاذ يا أستاذ نجاوبك الله يخليك. هذه القضية راه قديمة وما بغوش يتفهموها. هما كيمولوا عصابة إجرامية البوليزاريو 50 عام بالسلاح وبالأرض، فهمتي، وفلوس الشعب الجزائري، فكيعطيهم الدبلوماسيين ديال البوليزاريو. وحنا المندوب ديال غير ردة فعل، غير كلمة قال، كلمة عباد الله قال كلمة جملة، هما قلبوا كاع الدنيا. يا أستاذ راه هادشي راه ماشي معقول. ايوا دروك نروحوا للقصف الصاعق العابر للقارات اخوتي. اسمعوا معايا القصف الجزائري كيف يكون، تبعوا معايا. الو. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم اخ صالح. وعليك السلام. يا اخي انا حبيت نطرح سؤال. الو. تفضلي. اخ صالح، اين المشكل اذا الرئيس تبون قال العلاقات بيننا وبين المغرب لا رجعة فيها؟ إذا كانت المشاكل هذه سنين والغدر والحقد والعداوة ما عادش نوصلوا حتى الحرب، لكن كل واحد، أنت جاري وأنا جارك، أنت في دارك وأنا في داري، هذه معنى عندنا مثل شعبي جزائري. ما رايحيش نوصلوا حتى الحرب. وباش هذا المتصل قبل مني قال باللي يجوع تبون والحكومة الجزائرية والجنرالات يجوعوا الشعب. يا أخي أرواح الجزائر وشوف إذا كان الشعب جيعان. الجزائر والحكومة الحالية وضعت حتى منحة للبطالين، وما عدناش فرنك ديون خارجية. ما تغلطوش العالم وتقولوا مغالطات على الجزائر. ما عندنا حتى ديون، وما نقولكش باللي الجزائر هي سويسرا افريقيا، كل الدول لها مشاكل، لكن مع المغرب يا ما سامحناهم يا ما ساعدناهم، والغدر باقي فيهم. واخر مره التاليه هذه جابوا لنا الصهاينه، احنا عدائنا من قديم الزمان مع الصهاينه وهما جابوهم لينا. ما العلاقه ما ترجعش. وانا نقول لجيراننا المغاربه الحدود ما تفتحش، مش الدولة اللي راح تقول فيها، الشعب اللي راح يقول فيهم، وكل الشعب. ونظن شفتوا لا 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 لا, لا يمكنك سيدة ليلى. الوقفة اللي درناها في باريس، سامحني الأخ صالح، الوقفة اللي درناها في باريس وخرجنا وقلنا احنا مع دولتنا وما تفتحش الحدود، ما تفتحش الحدود. شكرا لك ليلى. ما تفتحش الحدود. أشكرك لأن. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. أخي صالح، كجزائري ساكن بالحدود المغاربة،
مع وجدة ليفهم كل مغربي، كل مواطن مغربي، احنا متزوجين معهم، متزوجين معنا، والشعب خوتنا وعلى عينينا. اقسم لك بالله العلي العظيم ما كانش الجزائري اللي ما يحبش المغربي. فيه فئات في اليوتيوب وهذاك اللي يعني كيتناقضوا بعضهم البعض، هذه توجور كاينه، ولكن فئه قليله. عندما نتكلم على المغرب يا اخي الكريم، كيفاش بغيت اليوم لو كان حتى يجي رئيس اخر ماشي تبون، كيفاش بغيت يقبل سرطان اسرائيل بجانبنا؟ الغلطه الكبيره اللي عملها محمد سيس المخزن، يعني مهما كانت الاتهامات على البوليزاريو، على في 94 في 63، كل هذا له حلول. ولكن عندما دخل هذا الجرثومه بجانب الجزائر، هذه كارثه. سعيد. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام. في نصف دقيقة لو تكرمت. نعم والله سي صالح، شوف لي كذا الموضوع تاع بين العلاقات، والله عاد فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، والله يشوف فيك غير نورمالمون ما تجيش تتناولوا خلاص على خاطره. يا ريت تبتعد على التلفاز وتتكلم دون توقف. اتكلم دون توقف عزيزي، تفضل. قلت لك والله موضوع يعني ما عنده حتى معنى. هذا العلاقات الجزائريه المغربيه ما كانش فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، ما تفتحش الحدود، وكانك تطلب والله كانك تطلب باللي نديروا تطبيع مع اسرائيل. هذا المغرب هذا جاب كيان صهيوني للحدود الجزائريه، وراه يهدد حتى في الامن. لا هو على يا سعيد انا لا ادافع على التطبيع. اسمعني فقط كلمه. نحن لا ندافع على التطبيع، وفي هذا البرنامج تناولنا حلقات عديدة حول التطبيع والمطبعين، ولكن من باب الأمانة الجزائر عنده علاقات مع دول عربية أخرى مطبعة. هذه قدام مرة نسمعك تهدرها، والله يهدروها المراركة. اسمع شوف، مصر عمرها ما هدتنا بإسرائيل، وما عمره ما جا وزير ولا رئيس ولا مخابرات إسرائيلي وهدد الجزائر من مصر. الإمارات كذلك مؤخرا عايزت حتى هي تطبيع. سمي لي الأردن من قبل عمره واحد. شوف احنا اللي مع الحدود تاعنا ليبيا تونس لو كانت تطبع ممكن جدا سيوقع مثل ما وقع مع المغرب. انا الناس الدول اللي على الحدود الجزائريه انا نحبوا نبقاو كما قلت يعني خاوه، نبقاو يعني مغرب عربي، نبقاو هذا كلام جميل، نأمل ذلك على كل حال. هذا ما نأمله. تجيب انت على جال الصحراء الغربيه دير لهم استفتاء كان تبعك الشعب تاع الصحراء الغربيه، والله مبروك عليه من هنا ليوم القيامه. شكرا لك. لا تقهر فيهم. شكرا لك سعيد من الجزائر. اعذرني طبعا لضيق الوقت. أحسن من الجزائر يقول كان هناك أمل في عودة العلاقات بين البلدين، لكن ما زاد الطين بلة هو الإتيان بالكيان الصهيوني إلى حدودنا فتبخر الأمل. طبعا أنا أختصر رسائل لأنه الوقت ضيق.